السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم احلى مامز واحلى تيتشرز واحلى كده اكيد في الدنيا. النهارده هناخد اول سيشن معانا من كورس ايزي جرامر. ايوه، مش هتسيب فتفوته ولا تركايه ولا تكايه في كتاب ايزي جرامر، وهنشرحها بالتفصيل الممل. يلا بينا نحضر اول سيشن مع بعض. النهارده هناخد عن الناونز. الناونز دي سهله جدا، هي اسماء. طبعا الاسماء دي لازم مهم جدا ان الطفل يتعرف عليها ويعرف كل انواعها بالظبط عشان ما يتلخبطش ما بينهم، عشان اللي جاي كله مرتبط على اول الدرس ده. طب تعالوا بينا نشوف مع بعض الناونز اللي هي عباره عن ايه. Everything around us has a name. اي حاجه حوالين مننا ليها اسم. يعني لو شاورت لك على دي وقلت لك دي ايه، هتقولي دي ماوس. تمام. لو جيت سالت لك على ده وقلت لك ده ايه، هتقولي ده كتاب او بوك. تمام. لو جيت شاورت لك مثلا على دوت وقلت لك ده اسمه ايه، فهتقولي اتس بينسل او قلم. تمام. فكل حاجه بيعتبر ليها اسم. تمام. طيب تعالوا بينا نشوف كده انواع النون ايه بقى. النون هنا يا ولاد عندهم 4 انواع. النوع الاولاني اللي هو عباره عن person، اللي هو انسان او شخص. النوع الثاني عباره عن animal، اللي هو الحيوان. والنوع الثالث عباره عن thing، اللي هو الجماد او الشيء. والنوع الرابع عباره عن place، اللي هو المكان. تمام. طب تعالوا بينا نعرف ونفصص حاجه حاجه فيهم. اول حاجه تعالوا بينا نعرف البيرسون. يعني فور اكزامبل مثلا البيرسون ده عباره عن ايه او زي ايه بالظبط. علي، علي ده يعتبر بيرسون. او محمد او احمد او مثلا حور او هاله. اوكي. عندي دكتور، الدكتور ده برضو في الاول في الاخر ده يعتبر بيرسون. تمام. عندي جيرل، البنت دي تعتبر ايه، برضو person. and mother، mother برضو تعتبر person. يبقى انا عندي person اللي هو اشخاص. تمام. مهما كان بقى هو بيشتغل ايه، ففي الاول في الاخر ده يعتبر برضو person او انسان. اوكي، او شخص. طب انا عندي هنا تاني حاجه الانيمال. الانيمال زي ايه؟ زي مثلا cat and fish. السمك برضو تعتبر animal. and النمله برضو تعتبر animal. line، line برضو يعتبر animal. and whale، whale اللي هو الحوت ده برضو يعتبر animal. الانيمال اي حيوان ماشي على وجه الارض، سواء بقى بيمشي في الغابه او في الميه او عايش في المحيط، كل دول يعتبروا animals. اوكي. طب تعالوا بينا بقى نمبر 3 اللي هو thing. thing زي ايه بالظبط؟ زي مثلا book اللي هو الكتاب. والابل برضو الابل بتعتبر من الثينج او الاشياء. تمام. والفلاور برضو الفلاور تعتبر من الاشياء. التري تعتبر من الاشياء. برضو عندي التشير، التشير اللي هو الكرسي اللي احنا بنقعد عليه، ده يعتبر برضو من الثينجز. اوكي. يبقى الثينج ده هو بيشمل حاجتين، يا اما بيشمل النباتات او الاشياء والجماد. النوع الرابع من الناون اللي هو البليس، اللي هو المكان. طب المكان ده زي ايه مثلا؟ اي حاجه انا بقعد فيها، يعني اي مكان بقعد فيه، زي مثلا هاوس المنزل، زي السكول المدرسه دي تعتبر برضه بليس. زي الماركت برضه يعتبر بليس. وزي البيتش الشاطئ يعتبر بليس. اي مكان انا بقعد فيه او بذهب اليه ده يعتبر اسمه بليس من اسماء برضه. تمام. يبقى عندي الاسماء انواع: person animal thing place. person animal thing place. person animal thing place. اوكي. دي كده الناونز بتاعتنا. طيب تعالوا بينا كده مع بعض نشوف بقى البيج اللي بعدها. هنا بيديني exercise choose the correct noun. انت عليك تختار، يعني تبص على الصورة كويس وتختار الناون الصحيح. عندك هنا البنوتة دي ها she is a girl، ها تعتبر person animal thing place، طبعا تعتبر person. perfect. ها طب هنا the bank مثلا تعتبر ايه؟ person animal thing or place، يعتبر place. طب عندي هنا fish تعتبر ايه؟ animal. طب هنا مثلا the boy، ها يعتبر ايه؟ person. letter B. look at the picture and write the noun words into the correct categories. طب انا عندي هنا دكتور. دكتور هنا انت هتبص للصوره كويس وانت عليك تحطها في الخانه الصحيحه. يعني عندي كلمه دكتور، دكتور دي هحطها فين؟ ها ايوه هنكتبها مع بعض كده، هنحطها في البيرسون. طبعا حاجه ان انا اجاوب عليها، يعني انا جاوبت على كلمه دكتور وحطيتها في خانه البيرسون. اول ما اكتبها هشخبط عليها بقلم خفيف عشان اعرف ان انا خلاص دي ايه، انا حليتها الجزئيه دي. فهكتب كده دكتور. طيب سينجر تعتبر ايه؟ بيرسون. برافو.
يلا نكتبها مع بعض. عندي beach تعتبر ايه؟ ها؟ ايوه place، هنشطب عليها شطبايه خفيفه كده بالقلم الرصاص بتاعنا، ونيجي بقى ايه نكتب هنا البيتش. عندي table، يا ترى التيبل دي تبقى ايه؟ يلا مين هيجاوب معايا؟ برافو، تعتبر thing. تعالوا بينا نكتبها هنا. ball تعتبر ايه؟ برضه هنشطب عليها شطبايه خفيفه ونكتبها، نحطها في خانه الثيم. عندي monkey، يا ترى المونكي ده ايه؟ person animal thing or place. يا ترى يعتبر ايه؟ يعتبر animal. برافو، نكتبه هنا. عندي برضو cat، سهل خالص ولسه واخدينها، يعتبر ايه؟ ايوه animal. airport، يا ترى airport يعتبر ايه؟ person ولا animal ولا thing ولا place؟ ها ايوه، مين الشطور اللي هيجاوب بالظبط معانا؟ ايوه هطلع place airport. طب البوكس تعتبر person animal thing place؟ ها يعتبروا things. port وهشخبط على box عشان انا جاوبت عليها. طب farm تعتبر ايه؟ تعتبر place. اهو يلا بينا نكتبهم مع بعض. farm تعتبر place، تعالوا بينا نكتبها مع بعض. يلا بينا. horse، يا ترى الهورس ده ايه؟ person animal thing or place؟ ايوه يعتبر animal. عندي teacher، يا ترى teacher دي تعتبر ايه؟ اخر حاجه بقى معانا سهله خالص، تعتبر person. وبكده حلينا الاكسرسايز التاني معانا. تعالوا بينا نشوف الصفحات اللي بعدها. الاكسرسايز ده جميل جدا، بيعلم الطفل هو يقرا وفي نفس الوقت يفصص المعلومه كده ويترجمها ويعمل ماتش، يعني حاجه كده تشغل الدماغ. تعالوا بينا الاكسرسايز لير سي. يلا بينا. match the sentence with the picture. تعالوا بينا نشوف كده مع بعض. أول حاجة هنقرا الستوري دي وتعليم الطفل هو أساسي الجرامر. هو بناخده لما الطفل يكون بيعرف يقرأ، ودي أهم حاجة، يعني ما ينفعش أدي جرامر والطفل ما بيعرفش يقرأ، ما بيعرفش يستهجى، ما بيعرفش يكتب. دي مهمة جدا. طب تعالوا بينا نقرأ مع بعض. This is my house. My house is big and white. There are 2 bedrooms in my house. يا ترى هو عمال يقول لي house 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 house. فين الصورة اللي بتعبر عن الهاوس؟ 1 2 or 3. يا ترى ايه فيهم؟ ايوه اللي هي دي number 3. برافو. طب تعالوا نقرا القطعة الثانية. This is my dog. Spike. Spike is white and black. هو عمال بيوصف الدوج ويقول اللي هو اسمه سبايك وكمان لونه white and black، ابيض واسود. يا ترى ايه بقى؟ سهله خالص، اللي هي ايه؟ number 1. number 3. She is my mother. My mother is a doctor. دي تعتبر دكتوره. يا ترى مامتي دي تعتبر ايه؟ دكتوره. مين الصوره دي بقى؟ اللي هي number 2. سهل خالص. طيب تعالوا بقى اللي بعده. هنا بقى الطفل هنا مطالب منه read and find the noun، او معنى اصح read and write the noun. هو الطفل هيقرا وبعد كده يعمل find، يدور على النون في الجمله وبعد كده يبدا يكتبها هنا. انا عموما يعني هشد خط على طول عشان ما اضيعش وقت. number 1. my friend is very funny. يا ترى هنا بيقول لي my friend صديقي is very funny. my friend ده يعتبر ايه؟ person animal thing place. صاحبي ده يعتبر بني ادم اللي هو ايه؟ person. يبقى انا هشاور على كلمه friend. تمام، وابقى ان انا هكتبها هنا. تمام، طبعا هشد خط على كلمه friend وبعد كده هكتبها في الخانه هنا. طب number 2. my dad is in the pool. my dad is in the pool. طب انا عندي بقى dad يعتبر ايه؟ dad ده يعتبر noun، بس يعتبر person ولا animal ولا thing ولا place؟ يعتبر person. طب هنا pool بقى، البول يعتبر ايه؟ person animal thing place. لا يعتبر thing. يبقى البول يعتبر thing. طب number 3. the dog and a cat want to play. the dog اهو ادي النوع الاولاني and a cat اهي want to play. dog والcat، يبقى الدوج تعتبر animal والcat برضو تعتبر animal. number 4. the little car is red.
يبقى أنا عندي هنا noun هو إيه؟ الcar. طب الcar دي تعتبر person, animal, thing, place. تعتبر thing. برافو. Number 5. We have fish for dinner. We have fish for dinner. تعالوا بينا إيه بقى يا ترى؟ الnoun هنا في الموضوع. طبعا معروفة اللي هي الفيش. طب الفيش دي person ولا animal ولا thing ولا place؟ تعتبر animal. جميل جدًا. وبكده حلينا كل الexercise اللي تخُص الnoun، بس أنا سِبت لكم آخر صفحة في الexercise اللي تخُص الnoun ده، اللي هي page number 6 أنتم تحلوها لوحدكم وتصوروها وتبعتوها لنا يا إما في القناة أو تبعتوها لنا في الكومنتات الpage. أتمنى يكون الشرح عجبكم وأشوفكم على خير، أقول لكم goodbye.